الثانية وضارب ميكرو من تما وتلا الله. او مالك انا والله العظيم دخلت تما نشبع عليك ضحك قسما بالله. طالعت انت وزعما راك داير كونسيبت ديال بماذا هي الصحراء، صاير قداميتي جيب جديد، خرج من الروتين ديالك، جيب مواضيع جديده، بقى حابس تما. لا ما عطاوكش من الخوت من لا عطاوك الخوت من اللي تبقى حاصل تم. بماذا هي الصحراء صايب ولينا فريد حنا عطا دخلنا في الحكم الذاتي وصاي سي بون. تزيد ثاني تبقى طرح على السؤال بماذا هي الصحراء. نطرح عليك واحد السؤال عود طرحوه على لي زارجينيا بعد ما تطرق الموضوع هذا قول لي بماذا هي الصحراء الشرقية الجزائرية قبل أن تعطيها فرنسا للجزائر. خميد يا خميد يا هو يعجبني طالع مع 150 ديال البشر وتهو طالق عليهم من خلال السرديات التاريخية والمخزن والمالك والحموشي وقاعد يدور عليهم كاملين يفيقهم زعما ديك والحموشي والمالك والعائلة العلوية ولماذا المغاربة عياشة ولماذا والمغرب والملك دور السين تا وجيب الجديد، جيب الجديد، خرج من الروتين يعطيك مصيبة، خرج من الرتابة. علاش حاوزتوه الله باش يطيح القدر صاحبي، تولي بحال هكا الدور طايش وصلي لايف وتتبع وتسكريني وتبارطاجي. الله لا كارثة 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 بمعنى المقاييس. زعما الامور مضبوطه. يسالي معايا انا اصبر هو ما يطلعش جيست نورمالمون، ما عمرو دوموندا جيست. هو كعام مشى كاع غادي نشوف. والله لا كارثة كارثة كارثة. تحية ليك سي كمال، راح حاضر معنا سي كمال أمير. كمال غادي تحل لايف. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ بخير، أمور مزيانة؟ هاني. اش كتعاود السي ادريس؟ والله على في نعمة الله ولله الحمد. انت لاباس عليك؟ الحمد لله. بالك ادريس فاش كتقلب على اللي عنده شي مستوى يناقش ولا كيفاش؟ والمستوى ما بقاش في الجزائر. قال لك انعدام المستوى الاخلاقي والثقافي والفكري داخل الجزائر من اعلى رمز في السلطه عبد المجيد تبون، وذلك حسب المقوله التي قالها اللي هي مخله بالحياء في المجتمع المدني العربي الاسلامي، اللي قال بنو زينه ان نحي الكاميرا يا خو راهم برك يطيروا لي اللايف. قال له بنو زينه مجهول الهويه. او نسينا التليفون كاع، التليفون نسينا. شفتي هاد النظام الزريبه شنو دار ادري؟ مش دار عاوتاني، هو ديما يجيب جديد هذا المفهوم. البارح سيدي البرلمان الجزائري عقد واحد الجلسه، قال لك يوم 24 في هذا الشهر غادي يخرجوا قانون لتجريم الاستعمار. شفتو. والبرلمان الجزائري مجلس الامه
قال لك يضع توضيحا حسب المادة 32 من الدستور الجزائري من حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها. قال لك إن هذا البيان وضعته إن هذه المادة الدستورية وضعتها الجزائر من أجل الشعب الصحراوي وفقط، ولا تنطوي هذه المادة على الشعب الجزائري، كون الجزائر واحدة موحدة من الشمال للجنوب ومن الجنوب إلى الشمال، والقبائل في جزائرها والجزائر في قبائلها. ايوا يلا شوف لك على بني حمرون هادو راهم غيحاولوا يناقشوا يحيدوا هذه الماده 32 من الدستور الجزائري. الله يلك يا رجال، والله العظيم الا كنناقشوا واش على تحركات ولاو كيديروا حتى داك لامين بالغيث اصاحبي، راه فرحه مني راه اثر على هذا النظام اصاحبي، ولا كيتخبط غير مع راسو ولا كيتصادم مع الدستور ديالو والقوانين اللي كيسنى. داك لامين بالغيث اللي خرج بداك التصريح قال على ان الثقافه الجزائريه واللغه الجزائريه، اللغه القبائليه والثقافه القبائليه، قال هي ما كيان يعني صهيوني، وعلى ان اللغه هي نتيجه الاستعمار الفرنسي. داوا ب5 سنين الحبس، البارح دوزوه قال لك اسيدي بعد استشاره من طرف القضاء الاعلى تم الافراج على لامين بالغيث، وتم الحكم عليه ب2 سجن موقوفه التنفيذ. خرج الرئيس فرحات مني قال لهم استقلال جمهوريه القبائل، ولاو يطلقوا اللي هما كانوا يشموا في اللغه الامازيغيه، وهذاك يزيد يدينهم ادريس. لا حول ولا اسلم ولا اكثر ولا لو حرسك البحر تكلم قدم راسك الناس كيشوفوا. المستوى ما كانش في الجزائر، مستوى كان فقط في المروك. المستوى في الجزائر صفر. عندكم المستوى غير قدم روحك يا اخو، وقالوا لكم انتم من بيت الاحرار عندك المايك ديال دريس وخلوكم سبتوا